السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة أنا بعتذر عن الفترة الكبيرة اللي فاتت إني ما كنتش بنزل فيها فيديوهات. طبعا ده كان لظروف منعتني عن كده. اللي حصل أحداث كتير أوي في الكرة المصرية، سواء اللي حصل مع المنتخب في كأس أفريقيا، ثم رحيل المدرب، ثم تولي حسام حسن وإبراهيم حسن، ثم بعد كده رجعنا للدوري المصري، اشتغل الدوري أبطال أوروبا، اشتغل دوري أبطال أفريقيا. أحداث كتير قوي بتحصل. خليني أتكلم في نقطة في الفيديو ده بعجالة بالنسبة لحسام حسن وإبراهيم حسن. ده الطلب ده طبعا كان بناء على رغبات ناس كتيرة قوي ان حسام حسن يمسك المنتخب، وده طبعا كان لاكتر من سبب. الناس في ناس قالت ان حسام حسن يمسك المنتخب هو كويس علشان حسام حسن مدرب وطني. مش اتفق. ناس قالت ان حسام حسن شاطر في المجال التدريبي وكان ماسك المصري قبل كده وعمل بالمصري تاريخ حاجه كويسه احترمها. والناس اللي تقول لك حسام حسن شديد على اللعيبه ويخليهم يجيبوا اخرهم وكلام من ده. كذا سبب خلى حسام حسن في المنصب ده. طيب السؤال بقى هنا، هي المشكلة في مين؟ هل المشكلة في حسام حسن ولا فيتوريا ولا كيروش؟ هي المشكلة كلها في الاتحاد الكورة. اتحاد الكورة جاب لك حسام حسن يلي انت الشعب والناس كلها كانت عايزاه علشان يدار على نفسه. باشا لعيب. المشكلة في الاتحاد علشان يداري عيوبه اداك حسام حسن اللي انت كنت عايزه. فالحمد لله دلوقتي حسام حسن جه وخلاص، فنبدا ان احنا نبعد تفكيرنا عن اتحاد الكوره ونركز بقى على حسام حسن واللي هيعمله. وفتره وحسام حسن هيمشي، صدقني هيمشي. والناس هتقول لك ده حسام حسن مشكله في اتحاد الكوره. بس مش عايزين نتنبأ بالمستقبل ونقول توقعات سيئة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني مع المدرب الوطني اللي مسكه. ده بالنسبة لحسام حسن. طيب بالنسبة لصلاح، ده صلاح هيمشي، صلاح قاعد، صلاح راح اتحاد جدة، صلاح مكمل مع ليفربول. هو الفكرة كلها يا جماعة، ان وجهة نظر انا، صلاح لما اتحاد جدة كان عايزه السيزون اللي فات، الناس اللي رفضت ان صلاح يمشي كان من ابرزها يورجن كلوب، وبسبب المبلغ المادي اللي ما كانش في قيمة صلاح او صلاح رفضه. طيب تعالى عندك يورجن كلوب اتكل على الله مشى، والفلوس اضعافها، هيبقى اغلى صفقة في التاريخ. السببين اللي منعوا محمد صلاح ينتقل، السببين دول طاروا. هل صلاح هيروح؟ هيروح. صلاح هيمشي من ليفر هيروح اتحاد جدة؟ هيروح اتحاد جدة. من خلال السببين اللي قلتهم. وده وجهة نظري، وده الامر اللي ليه احتمالية الحدوث. وكل التوفيق لمحمد صلاح، عمل ارقام وعمل تاريخ في ليفربول والدوري الانجليزي، وخد كل البطولات مع ليفربول، مفيش بطولة ما خدهاش مع ليفربول. فكل التوفيق لمحمد صلاح. استنوني فيديوهات تانية كتير ان شاء الله يوميا. معاكم احمد معوض في قناة دكتور كورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.